15 غشت 1999 اشنو وقع في الجزائر؟ جات واحد المجموعه مسلحه ديال ديك الجماعه الاسلاميه المسلحه اللي هي ديك لو جيه، وهاد المجموعه هادي بحال الجروب ارمي اللي كان في ديك الوقت كيتحكم فيه عنتر الزوابري، هجم على مدينه بني ونيف. كتعرفوا مدينه بني ونيف فين جات ملصقه مع فيكيك. بني ونيف ولايه بشار، جات هاد المجموعه هادي مسلحه وذبحوا ولا قتلوا بين 29 و 40 مواطن جزائري بني ونيف. وملي ارتكبوا هاد الجريمه فين مشاو؟ هربوا. فين هربوا؟ واش غيدخلوا في الصحراء لداخل؟ هربوا المغرب. غتقطع فيكيك وغتخرج بجهه اخرى، والجيش الجزائري مشى للشمال كيستناها باش تخرج، ما خرجتش. دونك هي بقات في المغرب، بقات فيكيك ما خرجتش. ضربت الجزائر دخلت المغرب وغبرت. دونك في ديك الوقت كان واحد السيد الله يرحمه، واخا هو نصراني، سميتو كلود جوفينال، كان صديق ديالنا حتى هو علمنا واحد شويه ديال الصحافه. كان هو مدير مكتب ديال وكاله الانباء الفرنسيه AFP في الرباط. هذا كان صحفي مهني من ديك الكبار، معلم. كان شي واحد عطاه هذا الخبر. انا في ديك الوقت غوست 1999 كنت انا في غزه. ملي دخلت في شوتنبير سولوني في لو جورنال، قالوا لي هذاك ديال لايف بي كيقلب عليك. مشيت عنده شفتو، قال لي واش سمعتي ديك القضيه ديال بني ونيف؟ قلت له سمعت انا القضيه بني ونيف بحال الناس كانوا. انا ما عنديش الخبر بان ديك المجموعه المسلحه ديال ديك الجماعه الاسلاميه المسلحه ديك الجايه دخلت المغرب وما خرجتش. انا قلت مشاو ديك الساعه، مشاو للصحراء ضربوا بني ونيف وهربوا. جاوبني كلود جوفينال قال لي ديك الاسلاميين ديال الجايه هما في المغرب ماشي في الجزائر. هذوك ديك القتاله ديال بني ونيف هما عندكم هنايا في المغرب. قلت له انت مين جبتي هذا الخبر؟ قال لي نعطيني واحد السيد الخبر، ما غاديش يعطيني المصدر ديالو. الحال كان عنده مصادر مزيانه. نتوما كتعرفوا بزاف الناس بزاف ديال المصادر مهمه، ما كيبغوش يخدموا مع المغاربه، ما كيتيقوش المغاربه، ولكن كيتيق بصحفي اجنبي. شكون عطى هذا الخبر؟ كلود جوفينال، الله اعلم هذا المصدر ديالو، من حقه ما يقولناش شكون هو. وقال لي حاجه اخرى، قال لي انا مشيت عند حسن عويد الناطق الرسمي الجديد اسم القصر الملكي وسولته. كلود جوفينال عاود لي هادشي اللي غنعاود لكم دابا قدام جوج ديال الشهود، واحد السيده صحفيه واحد السيد اخر صحفي. عاود لي هاد اللقاء ديالو مع حسن عويد. وملي سول حسن عويد قال له كيقولوا شي وحدين بان ديك المجموعه المسلحه ديال الجايه اللي ضربت بني ونيف دخلت المغرب، قطعت فيكيك. الجواب ديال حسن عويد وانا كنت قيدته في ديك الوقت هو جاوبه بالفرنسيه، قال له tout ce que je peux te dire c'est qu'ils ne sont pas ressortis du Maroc. كيهضر على ديك المجموعه الاسلاميه المسلحه ديال ديك الجماعه الاسلاميه المسلحه جايه. هذا كيأكد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، كيأكد واحد المدير ديال المكتب ديال وكاله الانباء الفرنسيه في الرباط. كلود جوفينال اقترح الفكره لو جورنال اللي كنت انا فيه، هو رئيس التحرير اللي كان المدير ديالو هو ابو بكر الجماعي. اقترح الفكره، قال لهم باش تخدموا في هذا الملف. فين مشاو هاد الناس؟ فين مشاو؟ واش طلعوا للسماء؟ فين هما؟ واش هما عندكم هنا في المغرب؟ هاد الناس هاد الجزائريين هاد الاسلاميين ديال الجايه. فكان قلت اوكي تخدموا في هذا الملف لايف بي و لو جورنال. ايوا قال لي كلود جوفينال حنا عندنا واحد السيد كيتعاون معنا، واحد الصحفي عنده واحد الاسبوعيه محليه في وجده سميتو محمد الهرد. هذا كان معايا في الحبس في 2003. دونك هادشي اللي عملت، مشيت لوجده وانا ومحمد الهرد، شدينا السياره ديالو هودنا حتى الفيكيك. ديك السفر كامل والناس تابعينا، بوليس الهادي وخبرات الدرك الملكي، كلشي كيعملوا خدمتهم. واش تصنتوا لينا ولا ما تصنتوش؟ الحق بعد ما حبسوناش، ما اعتقلوناش، ما منعوناش نسافروا لفيكيك ولا نمشيو لشي بلاصه. ايوا ملي وصلنا لفيكيك بقينا كندورو ماشي غير في المدينه ديال فيكيك، مشينا خرجنا كنمشيو لديك بوادي التصوره، نتكلموا مع الناس، نهضروا مع الناس. وشنو اكتشفنا انا وديك محمد الهرده؟ ولقينا واحد السيد
قلينا ندخلوا هذوك ديال المجموعه المسلحه. وشنو شفنا واحد المغواحيه هليكوبتر ديال الدرك الملكي جات وهزاتهم وداتهم. فين داتهم الله اعلم. انا اللي عارف انا هو الحسن الثاني كان باغي تكون في الجزائر دوله اسلاميه كيحكموها الاسلاميين. لقينا في واحد الاستجواب مع شي جريده ولا شي تلفازه فرنسيه الحسن الثاني قال لهم لا 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 مزيان يخليهم يحكموا هاد الاسلاميين. مرحبا بالجميع عبر قناتكم زريبة تيفي. فبعدما قمنا بالاستماع إلى التقرير الذي قدمه الصحفي المغربي علي المرابط من معلومات خطيرة، سنقوم بالتوثيق بمصدر أجنبي، يعني مصدر ليس جزائري وليس مروكي وليس حتى فرنسي. نقوم بعدما قمت بالبحث. هذه كونا وكالة الأنباء الكويتية، أنباء صحفية مجزرة جماعية تؤدي ب 11 شخص جنوب غرب العاصمة الجزائرية. أو التاريخ 14/12/1999. سنقوم بالانتقال مباشرة إلى الفقرة الثانية. نقرأ معا. وكانت مذبحة جماعية أودت بحياة 29 راكب قد وقعت في بلدة بني والنيف بهذه المقاطعة في أغسطس الماضي، يعني شهر أوت الماضي، يعني شهر أوت من سنة 1999. نسب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مسؤوليتها إلى إسلاميين مسلحين فروا إلى الأراضي المغربية المجاورة، واتهم أجهزة الأمن المغربية بتوفير الإيواء لهم، وهو ما تسبب في انهيار تحسن العلاقات بين البلدين، وجهود الوساطة السعودية كانت قائمة وقتها. إذن هذا ينضاف إلى اعترافات أمير الجية عبد الحق العيادة سنة 1995، وهو ما يؤكد بالدليل على تورط المهلكة المروكية ب دعم الجماعات الإرهابية في أثناء العشرية السوداء بالجزائر. شكرا على المتابعة، ونترككم مع مقطع لأمير الجية عبد الحق العيادة وهو يدلي بتصريح خطير. إني أتعجب اليوم من رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية أو الوزير الأول، يعني راهم يدوروا باش تكون الاتحاد المغاربي. أنا نرفض باش يكون الاتحاد المغاربي، وإذا كان الاتحاد المغاربي أرادوا يقيموه نكشف كل الأسرار اللي عندي، حتى وإن اقتضى الأمر توقع حرب بين الجزائر والمغرب توقع على روحها. أنا لم يلقى علي القبض، والدليل عن ذلك كان عندي تقريبا 100 شخص يمشوا معايا بالسلاح في المغرب، من بينهم إخوة من الأفغان، من بينهم كان حمد الزاوي موجود تم، ابن عباسي إقبال موجود ثم، كلهم كانوا موجودين. بعض قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت موجودة ثم، من بينهم قاسم طاجوري عليه رحمة الله. أنا استدعاني القصر الملكي من طرف آخر، وكانوا عندنا 4 إخوة محكومين بداخل السجن. اتصلوا بي، الطريقة اللي اتصلوا بي كانت طريقة موثوقة في أول الأمر. الحقت أنا حتى وين وصلت للقصر الملكي للرباط في سنة، كانوا عاطين لي قصر صغير في سنة. داروا بينا، يعني حتى وين أرادوا باش نلحقوا معهم نولوا شبه عملاء. أنا رفضت.